السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الكرام في كل مكان ومتابعين قناة حريف التحليل، حلقة جديدة هنتكلم فيها عن مباراة الزمالك والمقاولون العرب. نادي الزمالك الليلة دي مباراة ليست سهلة أمام نادي المقاولون العرب، لأن احنا عارفين نادي الزمالك عايز ياخد 3 نقاط من أجل يفضل على وصافة ترتيب الدوري، بعد أما المصري أو نادي الزمالك النهاردة لو كسب بأكتر من 4 تجوان أو أكتر من 4 هيتصدر الدوري مباشرة، لأن المصري بيتصدر دلوقتي بجولتين، والزمالك لو كسب المقاولين لازم يكسب 4 عشان يقدر يتصدر الدوري. نادي الزمالك النهاردة بيغيب عنه 2 ومش مصابين، لأ تم استبعادهم من قبل المدرب يانيك فيريرا، والراجل طلب استبعاد الاثنين شيكو بنزا وسيف الدين الجزيري لأسباب فنية، لأن الراجل شايف إن شيكو بنزا من الماتش اللي فات كان زعلان وهو خرجان، فقال أنا هأدبه الماتش ده عشان يعرف إنني اللي أما يطلع يحترم نفسه. سيف الدين الجزيري لأسباب شخصية وفنية. شخصية لأن عنده مشكلة مع إدارة نادي الزمالك في تسويق عرضه والحتة ديت، فدي مشكلة بشكل كبير جدا مع سيف الدين الجزيري مع نادي الزمالك. رقم 2 الفنية، ويانك فيريرا مدرب نادي الزمالك شايف ان سيف الدين الجزيري مش هينفعه في المباراة ديت وهيبقى اجنبي زيادة في القايمة، فبالتالي شايف ان انا ممكن استبعده من القايمة. نروح بقى للتشكيل المتوقع عن الزمالك. النهارده الزمالك من المتوقع ان يبدأ بمحمد صبحي في الباك اليمين، عمر جابر في الباك الشمال بنتايج، حمد الونش، حسام عبد المجيد، خط الوسط شحاتة، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، قدام كل من آدم كايد والفينا وعدي الدباغ. ده التشكيل الأنسب والمتوقع بالنسبة لنادي الزمالك. نادي الزمالك النهارده أمام المقاولين، والمقاولين خسر له أول ماتش، فبرضه المقاولين هيبقى عنده ليه دافع إما التعادل أو إما الفوز. ولكن أنا بالنسبة لي مدرب نادي المقاولين كابتن أحمد مكي أو محمد كابتن احمد مكي هيلعب النهارده على التعادل، لانه عارف ان هو بيلعب نادي الزمالك ما بيلعبش فريق ضعيف، فبالتالي احمد مكي النهارده ونادي المقاولين هيلعب على التعادل، ونادي المقاولين عامل مكافآت في حال الفوز او تحقيق نتيجه ايجابيه امام نادي الزمالك. نروح النهارده نادي الزمالك النهارده هيمتاز باخوان الفينا، واللاعب ده اللي احنا كلنا بنتكلم عنه ومنتظرين نشوفه مع نادي الزمالك. الفينا من اللعيب السبعة على العالم في المهارات. اللاعب ده لديه مهارات وبساط على اعلى مستوى، ودي بتكون واضحة لنا في مشاهدة فيديوهاته اللي احنا بنشوفها مع النادي الياباني اللي كان بيلعب له. هو ليس لديه معدل تهديف عالي، ولكن هو معدل تهديف متوسط او مناسب بالنسبة لنادي الزمالك، ولكن المهارة دي عنده بتفرق بشكل كبير جدا، والمهارة اللي دي هتشوفها عند الفين، فالفين سلاح مهم بشكل كبير جدا لأن كبيرة. أيضا آدم كايد من الأسلحة المهمة بشكل كبير جدا، اللي بنسبة كبيرة جدا هيبدأ المباراة نظرا لاستبعاد شيكوبونزا، فآدم كايد سلاح مهم بشكل كبير جدا. في المباراة اللي فاتت عمل أسيست وقدم في 20 دقيقة اللي لعبهم أداء جيد جدا، ولفت محطات جمهور نادي الزمالك ويانيك فيريرا. بالنسبة لي آدم كاي لاعب خامة والذي سلاح بالنسبة من حيث المهارة، من حيث السرعات، من حيث الدخول للعمق وبنشوفها. أيضا عدي الدباغ، وده السلاح الأهم اللي لنادي الزمالك في رأس الحربة. لعيب يمتلك مهارات على أعلى المستوى، يمتلك صفة المهاجم الأوروبي، يمتلك صفة المهاجم الأوروبي. فعودية الدباغ مفتاح مهم بشكل كبير جدا، الذي الرأسيات الدخول بيتمركز بشكل كبير جدا في العرضيات، بيتمركز بشكل كبير جدا داخل منطقة الجزاء، فده سلاح مهم. أيضا ناصر ماهر وعبد الله السعيد الذي هيبقى عليهم لعب بشكل كبير جدا من حيث المهارة، من حيث الباصات بتاعة عبد الله السعيد، من حيث تعمق عبد الله السعيد وناصر ماهر إما في عمق الملعب وأما التطرف على الأطراف. أيضا بنتايج من أهم الأسلحة النهارده. فبالنسبة لي نادي الزمالك مباراة النهارده ليست صعبة ولكنها متوسطة، ولكن المقاولين العرب عنده دافع النهاردة لتحقيق الفوز أو تحقيق نتيجة إيجابية. كده خلصت حلقة النهاردة، وأشكرك على اسم متابعة طبتم وطابت أيامكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.